في ناس أول ما بنشوفها بنقول يا سلام ده شكله هادي قوي ومؤدب قوي وبيركز معاك جدا. في نوع غريب من البشر تفتكرهم هاديين ولطاف ورومانسيين، بيسمعوا أكتر ما يتكلموا ويدوك إحساس إنك أخيرا لقيت شخص يفهمك. بس الحقيقة ورا الهدوء ده في عقل بيشتغل بمنطق مختلف تماما، منطق بيحول الحب من شعور لواجب، من اهتمام لسيطرة، ومن قلق لقرارات محدش يتخيل يعملها. ولما يحب بزيادة يحمل درجة تخوف، ولما يحس ان حد ممكن يبعد عنه العالم كله جواه بيتشقلب. الشخص ده يمكن شفناه في مسلسل، لكن الحقيقة هو موجود حوالينا أكتر مما تتخيلوا. النهاردة هنتكلم عن جو جولدبرج. أنا دكتور لؤي معاكم في نفسية بدون فلتر عشان نحلل مع بعض الشخصية ونفك شفرتها ببساطة وبسلاسة. النهاردة وإحنا بنحلل شخصية جو جولدبرج هنتكلم عن انعكاس الشخصية وإزاي الشخصية دي أصلا بتفكر. فهنتخيل إن عندنا 3 مرايات. أول مراية معانا أنا المنقذ ومش بغلط. أول طبقة لازم نفهمها في شخصية جو هي النضارة اللي شايف بيها نفسه. جو مقتنع إنه دايما الصح، دايما فاهم الناس أكتر ما هم فاهمين نفسهم، دايما بيكون المنقذ، وده بيسموه في علم النفس هيرو كومبلكس. وبيبقى معاه كمان delusional justification، يعني يعمل الغلط بس يحس انه بطل. جو مش بيقول انا مؤذي، جو بيقول انا بحميهم من نفسهم. والمراية التانية عند جو هي ان الحب ايكوال امتلاك. جو لما يحب ما يبقاش عايز علاقة، بيبقى عايز يحفظ الشخص جواه زي ما هو. عنده ارتباط قلق anxious attachment، وده بيخليه يتعلق بسرعة، يخاف بسرعة، يسيطر بسرعة، يراقب أكتر ما بيحب. هو مش رومانسي على فكرة، هو مرعوب، وفي الرعب الناس بتتعلق مش بتحب. والمراية التالتة اللي فيها انعكاس جو عن نفسه هي إن الماضي اللي لسه بيرسم مستقبله لسه موجود. جذر القصة كلها في طفولته. لما كان طفل جو عاش طفولة فيها خوف، عنف، إهمال وعدم أمان، وطفل عمره ما اطمن، فبقى بيكبر وهو بيدور على الأمان بأي تمن، وده اسمه تروما لوب. الصدمة هنا اللي بترجع في كل علاقة جديدة بتبين لنا إن جو مش بيهرب من الماضي، لا هو بيعيد تمثيل الماضي. في كذا مشهد من المسلسل هنحلله مع بعض ونفهم من خلال المشاهد شخصية جو. أول مشهد مشهور لكل اللي اتفرجوا على المسلسل هو القفص الزجاجي. القفص بالنسبة لجو مش سجن، دي دماغه. هو شايف إن القفص ده هو دماغه، عشان كده هو ده المكان الوحيد اللي يقدر يتحكم فيه، المكان اللي يقدر يصلح الناس فيه. فالقفص عنده يعني رمز، انت جوه العالم بتاعي وانا اللي هفكرك مين المفروض تكون. المشهد التاني أول لحظة مراقبة. الناس شايفاها لقطة رومانسية، بس الحقيقة دي لحظة اختيار فريسة عاطفية. جو ساعتها ما كانش بيشوف الشخص، لا جو بيشوف القصة اللي عايز يطبقها بحذافيرها. العين بتقول أنا شايفك بس مش شايف حقيقتك. المشهد الثالث معانا هو الهدوء اللي بيجي قبل الضربة. قبل ما يعمل أي فعل مؤذي جو مرة واحدة بيهدى، وده بنسميه emotional shutdown. العقل مرة واحدة بيقفل والإحساس بيتلغى تماما، وده اللي بنسميه الهدوء اللي قبل العاصفة. والعاصفة هنا اسمها جو. المشهد الرابع بيتمثل في الجملة الشهيرة اللي دايما كان جو يقولها، وأخطر جملة في المسلسل. الناس عدتها بس هي بتعبر عن كل شخصيته. الجملة دي كانت بتقول I did what I had to do. أنا عملت اللي كان لازم أعمله. الجملة دي شكلها بسيطة، لكن لما تيجي من جو تبقى إعلان خطر. طب ليه؟ لأننا بنكتشف 3 حاجات مرعبة. أول حاجة إنه بيبرر أي حاجة بيعملها حتى لو كانت مؤذية لأنه هو شايفها ضرورة. وتاني حاجة إنه شايف نفسه المنقذ، عنده اقتناع تام إنه عارف الصح أكتر من أي حد. وتالت حاجة إنه بيحط نفسه فوق القانون وفوق مشاعر الناس. طالما شايف نفسه بيحمي يبقى كل حاجة مباحة. الجملة دي هي المفتاح اللي بيفتح دماغ جو على حقيقتها. أنا مش بغلط، أنتوا اللي مش فاهمين. وهنا هنحاول نتخيل إن إحنا لو دخلنا جوه دماغ جو ممكن نلاقي إيه؟ ممكن نلاقي خريطة نفسية كبيرة عايزين نفتتها ونفسرها واحدة واحدة ونفك الشفرة بتاعتها. فتخيل معايا كده مرة واحدة رحنا لجو، فتحنا دماغ جو، هتلاقي جواها خريطة. هي مش خريطة كنز، دي خريطة مشاكل. تعالوا واحدة واحدة نفك شفرتها. أول حاجة هنلاقيها بقعة سودة موجودة بتعبر عن الألم اللي مش راضي يخف، بتكبر كل مرة يحس بالرفض، وهي عبارة عن رمز الأذى الداخلي اللي بيقوده وبيخليه يعمل كل اللي هو بيعمله. على جنب هنلاقي سلسلة بتعبر عن التملك والخوف من إنه يتساب، لأن العلاقة بالنسبة له مش حب، دي رابطة لازم يمسكها كويس. هنلاقي العين اللي بتراقب
بدل ما بتتكلم، لأن الحب عنده متابعة مش مشاركة. وهنلاقي المراية المكسورة اللي بتدينا صورة الذات المكسورة اللي هي دايما تقول له أنا مش كفاية إلا لو فلان معايا. وهنلاقي سهم دائري تروما لوب، وده بيمثل جوه دماغه حاجة واحدة، إن نفس البداية نفس النهاية كل مرة. ودايما في الجنب كده هنلاقي مفتاح مكسور بيعبر عن محاولات إصلاح، بس للأسف الأدوات بتاعتها بايظة. كل مرة يحاول يبقى كويس يفشل بنفس الطريقة. هنلاقي كتاب بيقول أنا المخرج وانت دور في حياتي، وده بيدل على احتياجه للسيطرة على القصة كلها. ومن بره كده في باب نص مفتوح، في فرصة كده بسيطة قوي 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 للتغيير. باب مش مقفول خالص، بس عشان يتفتح محتاج مواجهة. من هنا أكيد عرفت احنا لو دخلنا جوه دماغ جو هنلاقي ايه. هنعمل اختبار صغير كده للمشاهد نحدد فيه انت في انهي ليفل وقد ايه انت وجو متشابهين. عايزك تعرف انت فين على سلم الارتباط. هنسأل أسئلة من غير تفكير تجاوب بنعم أو لا. السؤال الأول، بتحب تعرف كل تفصيلة عن اللي بتحبه؟ أيوة ولا لا؟ السؤال التاني، بتقلق بسرعة لو حسيت ان الشخص ده بعيد؟ أيوة ولا لا؟ السؤال التالت، عمرك قلت أنا عملت كده علشان مصلحتك؟ السؤال الرابع، بتحس انك فاهم اللي قدامك اكتر ما هو فاهم نفسه؟ ايوه ولا لا؟ تعالوا بقى مع بعض نشوف نتيجة الاختبار. لو في الأسئلة اللي فاتت دي كلها طلعت إجاباتك فيها مرة واحدة بس قلت أيوة، فده بيدل ان علاقاتك مستقرة وعندك وعي كويس. بس لو طلعت أيوة مرتين في إجاباتك انت كده محتاج تنبيه، لأن عندك شوية قلق بس قابلين للعلاج بشوية وعي بسيط. لو طلعت أيوة 3 مرات في إجاباتك فأنت عندك شبه واضح من نمط جو ومحتاج تفهم جذور الخوف عندك. لو طلع في إجاباتك 4 إجابات بأيوة فأنت الأقرب لنمط جو، وأنت محتاج تفهم هنا نفسك بعمق، وده اللي العلاج بيساعد عليه. فقرة العلاج. طب لو تخيلنا كده مع بعض إن جو نفسه فعلا دخل جلسة علاج نفسي وقعد مع طبيب نفسي، إيه اللي ممكن يحصل؟ أول حاجة لازم نعملها وأول خطوة إن إحنا نفور الفكرة بتاعت إن جو مقتنع إنه أنا بحمي الناس، أنا فاهم كل حاجة. العلاج بيبتدي إنه يكسر الفكرة دي بالراحة. الحماية مش سيطرة، والفهم بتاعك مش مبرر. دي المرحلة اللي بنبتدي نشتغل فيها بCBT مبسط، ونتائجه بتبقى هايلة. احنا هنا نغير الأفكار اللي بتغذي السلوك عن طريق ان احنا نرصد الأفكار الخاطئة او ما يعرف بكوجنيتيف ايرور. تاني خطوة هي ال EMDR. ال EMDR ده مش سحر، ده كأنك بتعمل ريست للدماغ. هو اختصار Eye Movement Desensitization and Reprocessing. تخيل كده معايا في جهاز كمبيوتر عليه ملف اسمه الخوف القديم، والملف ده مش راضي يتقفل. هنخلي العين تتحرك يمين وشمال، او ممكن نحط اضاءة على يمين الشخص واضاءة على شمال الشخص، ونخلي الشخص يتحرك ما بين الضوئين. الحركة دي على بساطتها هتشتغل بنفس آلية العقل اثناء النوم في مرحلة اسمها REM او Rapid Eye Movement Sleep، ونبتدي نفكر في الذكرى المخيفة المقلقة اللي كانت في الماضي. الدماغ هتعيد ترتيب الذكرى من اول وجديد وتبطل تجرحك في كل مرة. احنا مش هننسى الذكرى، لا، بس على الأقل هننسى الشعور المخيف اللي كان موجود أثناء الذكرى. والنتيجة هتبقى بالنسبة لجو إنه لما يحب ما يبقاش طفل خايف يتساب، ما يبقاش الهجر عنده هو الكابوس، يبقى بيحب بحق وحقيقي مش عشان ينجو بنفسه. تالت خطوة إن احنا نحاول نعالج الارتباط، الاتاتشمنت ثيرابي. وجو هنا لازم يتعلم إن القرب مش لازم يبقى خنقة، إن الطرف التاني مش ملكي، إن الحماية الحقيقية هي أمان نفسي مش قفص أنا بعمله وأحط فيه الضحية بتاعتي. والهدف إنه يتعلم يحب من غير خوف. هنسأل سؤال بسيط، جو ضحية ولا مؤذي؟ ولا ضحية اتقلبت مؤذي؟ الحقيقة هو الاتنين مع بعض. بص، لو قابلت حد شبه جو، أول حاجة مبروك، انت قابلت شخصية لطيفة من بره هادي، بس من جوه مفاعل نووي بيغلب السيناريوهات. اول ما تلاقيه يعرف عنك معلومات اكتر منك انت شخصيا، دي مش رومانسية، ده جوجل بشري. اقفل النت على طول وقلل الكلام. من بره هيقولك انا جنبك، ومن جوه انا جنبك، وراك، فوقك، تحتك، ومعايا سكرين شوتس من 2013. اول ما يقول لك كلام يسيح الحجر اوعي تدوبي على طول. ده مش حب من اول نظرة، ده كوبي بيست من 17 رواية رومانسية قراها. من بره عريس لقطة، ومن جوه تحديث اندرويد يفصل في نص العلاقة. لو بدأ يبان عليه انه بيغير على الواي فاي، على الواي فاي مش عليكي. لو النت قطع دقيقتين، مين كان معاكي على الخط؟ كنتي فين؟ كنتي بتعملي ايه؟ دي مش رومانسية، ده مسلسل تركي معقد.
لما يقولك انا بخاف عليكي، يا سيدي خاف، بس ما تخافش عليا وانا واقفه جنبك. اللطف له حدود برضه، وبعدها بيقلب تخويف. لو بدأت تحسي انك بتتصرفي بمزاجه هو مش بمزاجك، اوعي، انت مش موبايل وهو بيعمل له ابديت. واهم علامه، لو احساسك في اي وقت قالك في حاجه غلط، هو لطيف بس في حاجه كده مش راكبه، اسمعي الاحساس ده وما تستهونيش بيه، لان ده GPS رباني ربنا حطه في دماغك بيقولك على طول نلف يوترن بسرعه. في نهايه الحلقه عايزين نفتكر حاجه واحده بس، ان مش كل اللي بيتحب بيعرف يحب، ومش كل اللي بيخاف يخسرك يستاهل يكسبك. جو مش مجرد شخصيه في مسلسل، جو انعكاس لناس بنقابلهم، واحيانا انعكاس لحاجات جوانا محتاجين نصلحها. لو حسيت ان الحلقه فتحت لك باب، اطمن، لان الوعي عمره ما كان نقطه نهايه، دايما هو نقطه بدايه. اكتب لي في التعليقات ايه اكتر حاجه حسيتها قربت لك الحقيقه، وعايز الحلقه الجايه تكون عن مين، عشان الرحله لسه طويله وانا معاكم فيها خطوه بخطوه. قولوا لي في التعليقات طلعتوا انهي ليفل، واكتر رمز في خريطه دماغ جو لمستكم، وعايزين تحليل نفسي لمين بعد كده.